مستمعينا الكرام، ولات شيرو من الكتاب الشباب الذين كتبوا المقال بأنواعها وتطرقوا من خلالها إلى قضايا هامة تهم مجتمعنا، وكتب القصيدة الشعرية والقصة وعمل في الترجمة. ولمعرفة المزيد نلتقي معه في منتدى هيفي الثقافي على أسير راديو هيفي اف ام. نرحب براديو هيفي ونأمل أن تكون الأمل في هذه المنطقة وفي سوريا ورجافة. أستاذ ولات، حبذا لو تعرف نفسك أولا على مستمعينا الكرام كإنسان وككاتب. في الحقيقة أنا اسمي ولات شيرو، متزوج ولي ابنان، دراستي كلية التربية، وأما في مجال الكتابة فقد تأثرت بالقصص الشعبية التي كان يرويها الجدات أيام لم تكن هناك الكهرباء في هذه القرى النائية من محافظة الحسكة. وأيضا تأثرنا في المجال الأدبي بما كان يقدمه الفرق الفلكلورية في أيام الأعياد من مسرحيات وأشعار وغيرها. مارست الكتابة وقد تأثرت كثيرا عندما قرأت الرواية الأولى للكاتب الكردي يلماز غوني التي كانت تسمى بصالبة أي المهلهل، وكان ذلك في بدايات عمري في 16 من عمري. تأثرت بها كثيرا. بدأت بقراءة الروايات لكبار الروائيين العالميين والمحليين والكرد، وهذه كانت البداية في المسار الأدبي. ما هي الأجناس الأدبية التي كتبتها؟ كتبت القصة ولكنها غير مطبوعة، وأيضا كتبت الشعر ولكن بقلة، وأيضا المسرح أيضا لي بعض الأعمال وقدمت على خشبات المسرح في بعض الأعياد. أما الشعر فأكتبها عندما أتأثر بشيء ما فأكتبها بقلة. تملأ فراغ الكتابة، المقالة والقصة، تملأ هذا الفراغ بكتابة الشعر. ليست إملاء للفراغ، وإنما عندما تأتي الفكرة وتكون عندما تأتي على شكل شعر فأكتبها شعرا. لقد اتخذ البعض الكتابة كمهنة، وبعضهم تعامل معها كموهبة يلجأ إليها أثناء الفراغ. أنت ما هي علاقتك الخاصة بالكتابة؟ أنا علاقتي بالكتابة لدي قضية، لدينا مشكلة. من خلال هذه الكتابة نريد إيصال صوتنا إلى أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا لتوضيح الموقف والعمل في صفوف القضية من أجل المطالبة بالحقوق هذا الشعب. أليست هناك علاقة خاصة ذاتية مع الكتابة؟ علاقة الذات يتأثر بما حوله، الذات يتأثر بما حوله، وهذا التأثير يأتي على شكل إما قصة أو شعرا أو مسرحا أو ما شابه، كرد فعل على الواقع الذي تعيش فيه. وهل هناك مقومات خاصة تنطبق على إنسان حتى يكون كاتبا؟ ليس بالضرورة أن يكون هناك مقومات أو قوالب جاهزة لأن نقيم أن فلان كاتب أو غير كاتب، وإنما الكتابة تأتي من تأثر كما ذكرنا، من تأثر الإنسان أو الذي نسميه الذي يكتب من نتيجة تأثره بما حوله.
وأنا ضد أن نصنع بنود أو عوامل نقيم بها الكتاب. فالإنسان يتأثر كما ذكرنا بما حوله، وهذا التأثير والتأثر بينه وبين بيئته ينتج عنها الكتابة، يا أما شعر أو غناء أو مسرح أو قصة أو غيرها من أنواع الفن كالرسم أيضا. تقول إن البيئة تلد الكاتب، ولكن من جانب آخر هل يمكن صناعة كاتب خارج المجتمع؟ الكتاب دائما يولدون من بيئات، فلا يمكن صناعة كاتب على كوكب آخر، وإنما يجب أن يكون الإنسان الكاتب في بيئة ما يتأثر بها ويؤثر فيها. دائما تحس بأن الكاتب والشاعر على الخاص شخص ما مختلف بالرؤية بإحساسه تجاه الأشياء. هل تشعر بهذا المعنى، أي أنك تختلف في تقييم الظواهر من حولك عن الآخرين؟ هذا شيء أكيد. الإنسان الذي يكتب يختلف برؤيته عن عامة الناس، وهذا ليس ترفعا على الإنسان العام، وإنما الكاتب لديه رؤية مختلفة، لديه أحاسيس مختلفة، يرى الأشياء لا كما يراها بقية الناس. ما رأيك أن نقرأ قصيدة؟ بوچ كردو تواي پنابري الچولاي جافتمي لدرياي ولات خزنا زيراي بوچ كردو تواي وقرارا رجياي توك حريا بيكاي تجاري تلهفناي تسطريشو سطاي بوچ كردو تواي خوديه كلهو برجاي بكفرو دبهو ناي جهزار صالاي ايرو لبنكو ناي بوچ كردو تواي خوديه اردا چانداي جهمي نفشن جياي جالات تم تشياي ايرو تلبر درياي بوچ كردو تواي خوديه آوا شيريني كانيو جم هم جياي خوديه قولو درياي تو تي لبنكو ناي بوچ كردو تواي ولات تا بهشتا همي تشتي سرشتا خوديه كريه پزاي هم چيلكو بزناي هزيتا بسرواي جاو لآري كارياي بوچ كردو تواي جهفرا شيرو ميرن تمير مين يرن دبشتا هفرا دكشينن بوچ كردو تواي. قصيدة جميلة عن مأساتنا نحن الكرد. أستاذ ولاط، متى تبرز نتاجات الكاتب المتميزة في المجتمع المتخلف أم في المجتمع المتقدم والمرفه؟ كل مجتمع من المجتمعات له خصوصية. المجتمعات الفقيرة قد يبرز الكاتب فيها من خلال نتاجاته، وهذا باعتقادي متعلق بحركته وبقضيته التي يكتب عنها. فمثلا الشاعر الكردي المعروف جقرخوين تميز وانتشرت نتاجاته في مجتمعه رغم تخلف مجتمعه في القرن الماضي. في المجتمعات المتقدمة أيضا يبرز أسماء كثيرة، وحتى الآن تبرز في المجتمعات حتى المتقدمة. أعتقد أن هذا متعلق بحركة الكاتب. حركة الكاتب لا يجب أن يجلس في بيته ويكتب شعرا أو قصة أو أي
نوع من الأدب وينتظر الآخرين أن ينشروا نتاجاته. وأنا باعتقادي متعلق هذا بحركته وأيضا بعوامل أخرى. مثلا قد يكون الكاتب أو الشاعر من ناحية المادية فقيرا لا يستطيع أن ينشر أو يبرز نتاجاته في مجتمعه. أعتقد يجب أن يكون هناك من يسانده في نشر أو إبراز نتاجاته، وتكون ذلك من خلال وسائل الإعلام مثلا، مراكز ثقافية وغيرها. نحن نشعر دائما عند الكاتب أن هناك مأساة ما تلف حياته وقلمه. لماذا هذه الخاصية ملتصقة به؟ مسألة الكاتب يكتب كما قلنا سابقا، يكتب من تأثره بمشكلة ما، بوضع ما في مجتمعه. قد تكون هذه المشكلة عامة، وقد تكون هذه المشكلة خاصة بالكاتب نفسه، فيكتب عنها أو يشرح عنها بطريقة فنية. هذه الطريقة تأتي نوع من أنواع إبراز هذه المشكلة. الجسد الكردي كما تعلمون مليء بالأقلام. ما هي المعوقات التي من الممكن أن تحول دون بروز هذه الأقلام على الصعيد العالمي مثلا؟ على الصعيد العالمي هناك عدة معوقات، منها كما أسلفنا مشكلة الكاتب المادية، وأيضا مشكلة اللغة، وأيضا هناك مشكلة معوق المؤسسة. لا يوجد بين الأكراد مؤسسات ثقافية مهتمة بإبراز الأدب الكردي أو الأعلام الكردية في المنابر الدولية. على الصعيد الداخل الكردي، هل يقوم المثقف أو الكاتب الكردي بدوره كما هو منوط به؟ الكاتب الكردي في حتى الآن لم يقم بما هو مطلوب منه حتى الآن، وهناك أسباب نستطيع ذكر بعضها، منها الاستبداد الموجود في الدول الغاصبة لكردستان مثلا. هذه هي أبرز المعوقات أو التي تسد مسلك الكاتب أو الشاعر أو الفنان. أستاذ ولاد، لاحظت أن الكثير من الكتاب يتهربون من الإعلام. ما رأيك في هذا الأمر؟ الهروب من الإعلام هو قد يكون لحماية نفسه من المساءلات كما قلنا من الأنظمة الاستبدادية البوليسية. هذا يدفعنا إلى أن نسأل وبشيء من الحسرة، لماذا مطرب بسيط أشهر من كاتب أو شاعر عملاق؟ هذا يتعلق بوعي وثقافة المجتمع الذي تعيش فيه، ومتعلق بسؤالك السابق عن تميز نتاجات الكاتب أو انتشارها في المجتمعات المتخلفة والفقيرة. الشيء هذا متعلق بوعي الإنسان ونسبة التعليم فيه. وهل تعتقد أن مسألة الاستبداد هو أحد الأسباب التي أسست في ذات الكاتب حالة التقوقع والبيتوتية هذه؟ هذا أكيد أنه الأنظمة المستبدة لها تأثير على الكاتب وجلوسه في بيته وإبقاء نتاجاته في الأدراج والأماكن المخفية.
لقد كتبت القصة، ما رأيك أن نقرأ جزءا من قصة كتبتها؟ ناوی چیرۆکێ وڵات پارێز. تەق تەق باوێ شێرۆ بێ سەرێ خوا سەر پرتووکێ ڕاکێ گۆت دیا شێرۆ دەریڤەکە سەر چاڤە. دیا شێرۆ دەریڤە کرد و دژەهدا پاشدە بەگەریە. یەکی سەرپێچایی بدەسمالەکێ مینە لاڵەکێ پووتەکێ لە پاش دەری بێدەنگ ڕاوەستیا بوو. پووتە پەیڤی مەتێ نەترسە باوێ سیپان سلاڤە لوەدکێ و دبێژە ڤان بەلاڤۆک و کۆڤار و ڕۆژنەما بگهێنە باوێ شێرۆ. سەر چاڤا کوڕێ من دیا شێرۆ گۆت و چوو بشیڤە خۆڤە لێ هین تورکێ بەلاڤۆکان نەدانی سەر ماسێ دەنگێ تەقتەقا دەری جارەکە دی هات. دیا شێرۆ کو زەحمەتی نەبێ دەریڤەکە. دیا شێرۆ دەریڤە کرد کو یەکی کومکەک لەسەرێ ویە و دوێ شەڤێدا بەرچاوکەک لەبەر چاوێ خوا دانیە. کوڕێ من ئیشەڤ نەشەڤە سەرساڵەیە. دیا شێرۆ گۆت نا مەتێ نا ئەز نا قردکێ سەرساڵێمە. باوێ ئالان گۆتە من ڤان بەلاڤۆک و کۆڤار و ڕۆژنامە بدە باوێ شێرۆ سەر چاڤا کوڕێ من. دیا شێرۆ هین تورکێ بەلاڤۆکە نەدانی سەر ماسێ لە پێشیە باوێ شێرۆ دەنگێ تەقتەقا دەری جارەکە دن هات. دەریڤە کرد کو خۆرتێک سەر بسکلێتێکی بیدۆنێک لپەیە نە کوڕێ من مە ئیرۆ شیر نەخۆستیە نا دایێ ئەز نەشی شیرفرۆشم. باوێ شلێر سلاڤە لوەدکێ و دبێژە ڤان بەلاڤۆک و کۆڤار و ڕۆژنەما بگهێنە باوێ شێرۆ سەر سەرا کوڕێ من. هین دەری نەگرتی ترترا ماتۆڕێکی بەر دەڤێ دەری ڕاوەستەها. شەڤ باش مەتێ باوێ شڤان سلاڤە دکێ و دبێژە بەری خۆدیێ ماتۆر گۆتنا خوا بەردەوام کێ. دیا شێرۆ گۆت ڤان بەلاڤۆک و کۆڤار و ڕۆژنەما بگهێنە باوێ شێرۆ. خۆرت کەنی و گۆت مەتا من خوێندنا خوا ji ber kiriye û birê ket. û teqteqa derî berdewam dike, ez serê te naêşînim di wê şevê de 12 caran deriyê bavê şêro lê da. û her wê jî diya şêro yanî ew tûrik didanî ser masê. Katijmêr bû nehê şevê û ew jî li cem bavê şêro rûnişt bo bêhna xwe vekê û ji xwe re rûniştî digot: bavê şivan, bavê şilêr dibêje van belavok û pirtûk û bighêne bavê şêro. Bavê şêro pirtûka xwe girt û li diya şêro nerî ku wî di ber xwe de pispistê dike. Diya şêro, diya şêro, tu çi dibêjî? Ha? Ez dibêjim ma tu şîv naxwe. Şîv? Ma me şîv nexwariye. Erê te şîv duh xwar, ne îro. Şîv em karin bixwin, lê tê çawa veqas belavok û kovar û rojnama bixwînî.
دیا شێرۆ گوت divê ez bixwênim wê siba hemî bipirsim ka nerîna min ser babetên van belavok û pirtûk û rojnama çi ye û eger ez bersivê nedim bo min ne baş e ji xwe ve ez mirovekî welatparêz im lê zarok kanîn bavê şêro pirs kir zarok zû verazihane lê ez dixwazim berkevim te got te min em ê herin qamişlo di xaniyekî dûr de dûrî bajêr rûnin bo ez hinekî serê xwe valakim û çend gotina ji xwe re binivîsim û karekî ji xwe re bikim çawa va qasa zanîbû em hatine diya şêro pirs kir ez nizanim bavê şêro got bavê şêro bi dest tûrikê belavok û pirtûk û rojnama kir yek li dû yekê ta sibehê heya ji xew ket serê xwe danî ser masê û di xew veçû sibehê katijmêr heft zengilê telefonê lê da diya şêro ka meyzê kî li telefonê didê alo roj baş bavê sîpan e ez dixwazim bi bavê şêro re bipeyivim heger giranî nebe ser çava giranî tune ye bavê şêro telefon bo te ye alo roj baş bavê sîpan bitere ye ser çava bavê sîpan te ji ku dizanîbû ku em hatine qamişlokê na bavê şêro na ma roj winda dibe lê min dixwest bipirsim ka babetê belavok û kovar û rojnemeyê me çawa bûn telefon danî careke din lê da û du cara sê cara çar cara alo bavê şêro ka nerînê te ser belavok e karê bavê şêro mîna yê got ji ber dilopa çû ber şirkê rojekê sibehê wekî her car diya şêro taştê rast kir û bakir bavê şêro lê tu deng jê nehat bi ser de çû û destê xwe li milê wî da lê bavê şêro ser kursî bêliv ket hêstirên ziwa di qirka diya şêro deman li gorîstana bajêr ji çend mirovên wî pêve kes nebû mala wê sar bû çûn û hatin lê kêm bûn 10 sal bihûrtên porê wê spî bû liva wê giran bû lê hêstir ji çava nerawestehan zaroka xwendina xweyî bilind tawa kirin dîse devê derî teqteq kir mamosta şêro li mala fermo kurê min pîrikê sîpan silava dike û dibêje vê flaşê bigihêne mamosta ser sera lav teq êvar baş pîrikê dilêr got vê cîdiyê bigihêne mamosta rojekê pîrikê gote şêro law
قەی چەند پارتیên وا هەنا تاکو هەر ڕۆژ 10 تشت ji te re tên قەی ون یەک bin neçêtire kurê min yadê dem dema dîmokrasiyê ya dema mirov azad bê her çend karin partiyeke xwe çêkin ma ne baş e yadê lê em bihêvîne ku em di van 5 salê werê de bibin yek partî dayê serê xwe hejand û got kero nemre حياقي فاشيمر. عاش بافي شيرو همه ورحل، ولكن ما هي هموم كتابنا ومثقفين في هذه اللحظة؟ أنا برأيي الهم الكاتب متعلق بهدف الكاتب من الكتابة. إذا كان هم الكاتب من الكتابة هو هدف عام فهذه مسألة أخرى. فأكيد هم الكاتب الذي يكتب من أجل القضية أو من أجل العام فهذا الكاتب لديه هموم كثيرة، منها عدم تحقيق حقوق الشعب المضطهد منذ نستطيع أن نقول سنوات مئات السنين. أما إذا كان هدفه الكاتب من الكتابة شيء خاص به فأيضا هذا لديه هموم. دائما كان الكاتب المفكر ضحية عدم وصول المجتمع إلى درجة أن تستوعب فكره. هذا التناقض كيف يمكن معالجته؟ الكاتب كثير من الناس لا يستوعبون ما يفكر الكاتب أو ما يكتب عنه أو ما يغني أو ما يرسم، فهذا يشكل لديه عقد كثيرة. فمثلا في مجتمعنا هناك كتاب كثر لا يتجاوز عدد قراءهم كما نلاحظ في المواقع الإلكترونية 100 قارئ، وكما ذكرت نبأ أو عرس يتجاوز عدد قرائه 1000. فهذه مشكلة بالنسبة للكاتب. تطرح كثيرا قضية تمرد المثقف على الواقع، لكن نلاحظ غالبا ما يكون هذا المثقف بالذات متأخرا عن الجماهير في كثير من المنعطفات التاريخية. أنا برأيي يجب أن يكون الكاتب متمردا على الواقع الذي يعيش فيه، الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي، حتى يوصل رسالته أو القضية التي يكتب عنها. ماذا تفضل، أن يكون الكاتب وسطيا في ظل التمحور الكردي القائم، أم أن ينتقد الظاهرة السلبية بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك؟ أنا برأيي الكاتب يجب أن يبين رأيه بصراحة من دون خوف من أي شيء لكي يوصل رسالته التي يكتب عنها. في محورنا الأخير أنت عملت في الترجمة، ترجمت رواية للكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس وبعض الكتابات الأخرى. كما تعلم أن الترجمة لها صعوباتها من ناحية التمكن من لغتين وامتلاك فن نقل الإحساس من لغة إلى أخرى. هل واجهت مثل هذه الصعوبات؟
نعم، الصعوبات موجودة في الترجمة، ولكن اهتمام الكاتب أو تخصصه في نوع معين من الفن، وخاصة في الشعر أو القصة، يستطيع ببساطته وفهمه ودخوله إلى ما يريده الكاتب الآخر إيصاله، يستطيع أن ينقل ذلك إلى شعبه. وهل صحيح ما يقال أن الترجمة إضعاف للغة وإغناء لمكتبة أخرى؟ الترجمة من لغة إلى أخرى يغني اللغة التي تترجم إليها، فالأتراك لهم تجربة ونجحوا فيها، والمكتبة الكردية هي لديها نقص في الترجمة من لغة إلى أخرى. أعزائنا المستمعين، كان معنا ضيفا الكاتب ولات شيرو، وأنا محاوره فرحان كلاش.